كل يوم نحن رايحين على شغلنا أو على جامعتنا أو مدرستنا، سواء بالسماعات أو بمسجلة التاكسي أو بمسجلة السيرفيس، نسمع أغاني شعبية كتير مشهورة بس ما بنعرف قصتها منين إجت. على سبيل المثال غنية عالروزنة، بتعرف إنه هي مو بس مجرد طرب، هي حكاية مجاعة وحروب ومروءة قلب تاريخ الشام. بتبلش حكايتنا بالحرب العالمية الأولى، وقت العثمانيين أنشأوا سفر برلك وأخذوا كل الشباب قادرين يحاربوا من الشام ومن لبنان، وصادروا كل محاصيل بلاد الشام. بهالفترة سوريا كانت مشهورة بالفواكه والخضار اللي بتنتجها، ولبنان كانت مشهورة بمحاصيل القمح الغزيرة اللي عندها. العثمانيين لا تركوا هدول ولا تركوا هدول، أخذوا أشهر المحاصيل عند كل دولة وعملوا حالهم يمشوا وتركوهم بمجاعة كبيرة. بهديك الفترة أهل لبنان استنجدوا بإيطاليا. إيطاليا كانت ما داخلة طرف لسه بالحرب، وإيطاليا بوقتها بعتت سفينة اسمها روزانا. بس قبل ما توصل السفينة على الموانئ اللبنانية، إيطاليا دخلت بالحرب ضد العثمانيين وما وصلت هي السفينة أبدا. هون طلع معدن أهل حلب، جمعوا شحنات كبيرة من القمح وبعتوها على لبنان، وأخذوا بالمقابل عنب وتفاح. هيك أثبتوا أن أهل بلاد الشام إنهم واحد، ولا الجوع فرقهم ولا الحرب. ومن هون طلعت أغنية عالروزانا، وغنوها كتير مطربين مشهورين مثل صباح فخري وفيروز.